فكيلو الاناناس كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة يوميات مسلمة. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو. الأيام اللي فاتت كنت واخدة دور كده جديد شوية، الحمد لله كان سخونية جديدة بقى وما رقتش الحمد لله غير بالمضاد الحيوي الكمادات والحاجات دي. بس الحمد لله وشكر لله دلوقتي يعني احسن. فقلت اشارك معاكم بقى اليوم ده، كنت وحشيني قوي قوي بصراحة. اليوم ده كده انا بادئه من اوله ان انا يا دوبك بس شربت اللي هو بديل النسكافيه ده ونزلت اودي عمر المدرسة. وكنت رايحة اوديه مع بابا لان انا كنت تعبانة اليوم ده وجوزي يعني ما كانش فاضي، فنزلت انا وبابايا واختي. كان بابايا يعني هيودي اختي عند الجامعة وقال ياخدني في طريقه يعني نودي عمر. بص هو عمر يعتبر اصلا خلص، بس هو في اللي هي الحفلة بتاعت اخر السنة فبيتدربوا عليها. فالتدريبات دي ما ينفعش ان هو يغيب منها خالص، فكان يعني اخر كام يوم دول اللي هما البروفا جنرال اللي هو يعني اهم حاجة يعني. ف... فطبعا كنت بنزله كل يوم وكده. فالحمد لله احنا وماشيين كده عدينا على جامعة القاهرة، وبحب قوي ان انا لما اروح هناك اصورها. بحس ان هي حاجة كده عريقة وحاجة يعني جزء مهم جدا من مصر. يعني الجامعة دي كان من اهم الجامعات في الدول العربية كلها. ف فبتمثل يعني بتمثل قيمة كبيرة مش لمصر بس، اعتقد للعالم العربي كله. فبحس كده بالعزة كده وانا واقفة قدامها بصراحة. ايا كان بقى حالها ايه دلوقتي بس هي كمبنى ومنظر القبة والساعة بتاعتها دي حاجة يعني بترجع من ايام الملوك، من قبل ما مصر تبقى جمهورية. وهنا بقى الجزء ده كنت عايزة اصور لكم مطعم السندوتشات اللي اول مطعم كلت منه في الجامعة. هو في مطاعم كتيرة جدا وكان في كافيهات وحاجات مشهورة، بس انا كان يعني اصغر خال ليا كان هو في اخر سنة في الجامعة وانا كنت في اول سنة. فهو ده المطعم اسمه صبري، فهو ده اكلني منه أول مرة. كان مطعم يعني على قد ما هو كان غريب جدا، بس سبحان الله بعزه قوي، او كل ما بشوفه كده بحس بالحنين، لان كان خالي ساعتها بياخدني بقى وبيفرجني على الجامعة وكده. ربنا يحفظه يا رب ويخليهولي. فكان ساعتها بقى اللي هو بصوا بقى اللي انا يعني صيطني في الجامعة ساعتها وجاب لي ساعتها سندوتشات من هناك وعملنا شوية اوراق كده. فهو كان معايا في اخر سنة انا كنت فيها. اول سنة قصدي انا كنت فيها، هو كان في اخر سنة وبعدها اتخرج على طول. واعتقد انا كنت كده مع اخويا، يعني انا كنت برضو اخر سنة كانت اول سنة له. المهم بقى انا ما روحتش السوق ولا حاجة، عديت كده على شارع جنب البيت بيبقى فيه يعني جبت منه شوية طلبات. وبعدين بقى جبت خضار. بس استنوا قبل الخضار جبت طعمية جبت 5 جنيه طعمية برضو للفطار. ودي جبنه قريش. بصوا يعني دي من عند واحده كده قاعده بتبيع الحاجات دي، الحاجات اللي هي الفلاحي والبيض البلدي والكلام ده. فالجبنه القريش عندها كانت كيلو ب75، والجبنه القديمه كان النص ب80، يعني الكيلو ب160. فالجبنه القديمه ما كنتش عارفه ان هي غاليه كده. فهي جبت ربع، الربع ده ب40. وجبت برضو ب20 جنيه جبنه قريش، يعني مش ربع او نص، انا قلت لها ب20 جنيه. فادتني الكميه دي تمام. وجبت برضو عسل اسود. بصراحه بابا ربنا يوسع عليه جاب لي فطير. ف... يعني مش عارفه اقدمه مع ايه، يعني ما عنديش حاجه يتقدم معاها. فقلت بقى محتاجه جدا جبنه قديمه وعسل اسود، بصراحه بيبقى الفطير معاهم حلو قوي. فبس فعشان كده جبتهم، جبت العسل الاسود ده. مرضتش اجيب عبوات كبيره عشان مش بناكل فيه قوي فبيسكر كده عندي. بس هو طبعا حلو ومغذي جدا. المهم ان انا جبت اللي هي العلبة الصغيرة دي. دي ب25، فحسيتها مناسبة بالنسبة لي. وجبت برضو المربى دي، مربى البوادي. مربى البوادي تين ب25. مجربتش البوادي قبل كده في المربات يعني، فهجربها واقول لكم رأيي فيها ايه. وجبت ب10 جنيه بقسماط مطحون.
وبالنسبه للفاكهه، بصوا انا ماليش في الفاكهه قوي بصراحه. فكانت صاحبتي بتكلمني وبتقولي شيماء بالله عليكي ما تطلعيش عمر زيك يعني. بتقولي يعني الفاكهه عندي لو قعدت مهما قعدت بصراحه نادرا ان انا اغسل منها واقطع واكلها كده لوحدها. لازم اعملها في حوارات يعني ادخلها بقى في حلويات عصاير يعني كده، لكن هي صريحه كده تتاكل للاسف ما بتتاكلش عندي خالص. وكمان انا مش بقدم عليها، بنسى حتى اقدمها لهم هنا في البيت، فالحاجه بتقعد لحد ما بتبوظ. ف... فصاحبتي قعدت تاكد عليا جامد، قالت لي بالله عليكي ما تطلعيش عمر كده، الحاجات دي مغذيه جدا جدا وتبقى سناكس ليه كده بدل الحاجات الحلوه اللي في النص. فلقيت فاكهه قدامي كده اتشجعت وجبت. فكيلو الاناناس كان ب15 جنيه، دول وزنه اكتر من كيلو حاجه بسيطه. وجبت نص خوخ برضو عشان ما يقعدش عندي. الكيلو كان وقلت الاناناس كمان حلو اللي جنب الجبنه القديمه والحاجات دي. المهم الخوخ كان بكام؟ الخوخ كان ب40، فجبت نص. النص الخوخ ب20، والراجل كان فيه باقي فحط لي المزيه دي. بس بالنسبه بقى للخضار، مش عارفه حسيت ان الاسعار الخضار غريبه شويه. يعني مش عارفه، كذا حد قال ان الطماطم ب5، لكن بعد ما وزنت قال لي لا دي ب8. مش حاطط اسعار اصلا. فهو عشان كده بحب انزل السوق بصراحه، لان المكان اللي جنبي ده اولا المحلات بتفتح فيه كل شويه وتقفل، فاحيانا بروح الاقيه اصلا يعني بعد ما انزل الاقي ان بتاع الخضار ده قفل اساسا. وكمان الاسعار ما بتبقاش، مش عارفه، بحس ساعات الاسعار بتبقى عاليه شويه. المهم فجبت كيلو طماطم، الطماطم كانت ب8، والخيار كان ب16 جبت نص، والكوسه برضو كانت ب16 جبت نص كوسه عشان بستسهلها في الغدا وكده. والفلفل بقى مش بجيب بعدد معين، يعني مش بجيب ربع او نص او كده، باخد كام قرن كده بقول له زنهم لي، عشان برضو بيدبل عندي جامد وانا بستخدم فيه يعني فين وفين لو استخدمت حاجه بسيطه. وجبت برضو انا عندي بتنجان وعايزه اعمل بتنجان مخلل، وانا بحب اعمل بتنجان المخلل بفلفل احمر. فبرضو بجيب على قد، يعني هي واحده بس يا دوبك على قد الطبق اللي انا هعمله. لكن لو هفرز بشتري كميه، فما اعرفش بصراحه حسابها بكام. وبرده الجزر بصراحه برده ما ركزتش في سعره، ما ركزتش بصراحه، لكن الكوسه والخيار هما اللي انا عرفت ان هما ب16، ده ب16 وده ب16. وجبت جزر وجبت بقدونس. وجبت برده الكايزر ده يعني الواحد ب2 جنيه، فجبت 5 كده. فاول حاجه بس اشيل الحاجه دي كده على جنب، وبعدين نفطر ونرجع نوضبها بقى سوا. المهم بقى قلت افطر حاجه سريعه كده عشان ابتدي بقى في شغل البيت وابتدي في الحاجات اللي ورايا. فقلت بقى يعني بدل ما اقلع والبس تاني حاجه اصور بيها، فصورت قلت افطر كده يا دوبك غسلت ايدي، وقلت يلا بقى ايه اعمل فطار كده واقعد كده وانا رايقه افطر وبعدين اشوف اللي ورايا. فانا بحب الساندوتش ده جدا جدا جدا، يعني مش قادره اوصف لكم. لما بنزل بجد يعني الميكس بتاع الفينو والطعمية السخنة ده مش قادرة اوصف لكم بحبه ازاي. فعملته كده وحطيت جنبيه شيبسي بيك شيبسي، اعتقد تبع شركة ايجيبت فود. بجد الشركة دي يعني بصراحة بتضايق جدا لما ما الاقيهاش متوفرة، لان الكيكات بتاعتها وكل حاجة بتاعتها بجد احسن بكتير من حاجات تانية كتير في المقاطعة. ف... آه، ف... فبصراحة يعني شركة مظلومة جدا، يعني حاجتها فعلا مش مظلومة في حاجة غير ان هي مش موجودة ومش متوفرة. المهم بقى يعني طبعا مش عايزين ننسى ندعي لاخواتنا. اكيد طبعا انا عارفة ان كلنا بندعي، واكيد كلنا كانت نفسيتنا الفترة اللي فاتت وامبارح يعني كان يوم كان صعب بصراحة. آه، كان يوم صعب قوي يعني. كان احساس صعب قوي لما بنشوف علم نزل وعلم تاني ان شاء الله كده يتحرق كده دنيا واخرة ان شاء الله اترفع. وضع بصراحة انا في حالة نفسية وحشة قوي، يعني ربنا بقى يلطف بيهم ويلطف بينا ويعوضهم خير ويسامحنا ويغفر لنا على تقصيرنا. لكن يعني اقل حاجة ان احنا مش عايزين ننسى الدعاء بيقين.
ان ربنا يلطف بيهم وينصرهم، قادر على كل شيء. وربنا يعني اكيد احنا عندنا يقين في الله ان هم باذن الله يعني في مكان احسن بكتير، شهدائهم واللي بيتألموا فيهم طبعا ربنا هيجازيهم جزاء، يعني جزاء كبير جدا جدا. ربنا يا رب يوفيهم اجرهم بغير حساب ولا سابق عذاب، ويحفظهم. فان شاء الله باذن الله يعني هنحاول نثبت كده لينك قنوات تبعهم في اول تعليق. انا الفتره اللي فاتت ما كنتش متابعه قوي بسبب موضوع السخونيه وكده، كان نفسي ان انا اتفرج على قنوات، بس اخواتي يعني متابعين قنوات كتير. هبقى انقي كده قنوات موثوق منها واثبتها باذن الواحد الاحد. ربنا يذكرني ان انا اثبتها في اول تعليق، ولو انا نسيت انتوا فكروني. فربنا يا رب يحفظهم. المهم انا دخلت كده على الريسبشن بصراحة، قلت ابتدي اليوم كده بتنظيفه عشان الشقة تبقى ايه يعني فيها كده ريحة النظافة واحس كده بطاقة ايجابية. وخصوصا ان اليوم ده اصلا كان اليوم تقريبا اللي هو قبل الشو، هو اسمه انوال شو او العرض السنوي او حاجة زي كده، اللي هو اللي هو بتاع عمر. كان المدرسين مأكدين علينا ان الطفل يكون اليوم ده نايم كويس جدا ويكون شبعان نوم وبيكون واكل كويس عشان مش هيبقى فيه وقت. وانا مصوره كل حاجه والله، بس يعني الله المستعان، مش عارفه هعرف اشارككم حاجه زي كده ولا لا، هبقى اشوف. بس هو كان فعلا يوم جميل جدا بصراحه، وكان يعني يوم كله عن الاطفال ومعمول بالاطفال. فاللي هو سبحان الله، انتوا عارفين اي حاجه بتبقى موجوده فيها في وسط اطفال بتبقى قد ايه مريحه نفسيا، وقد ايه فعلا كان يوم حلو. فربنا بقى يقدم اللي فيه الخير. المهم انا زي ما انتوا شفتوا كده لمعت كل الاسطح بصراحة. يعني الحاجات اللي انا هستخدمها في الفيديو ده بصراحة اكتر حاجات ايدي ورجلي في التنظيف. اول حاجة الفوطة اللي انا لمعت بيها اللي هي فوطة الازاز بتاعت ايكو واي، دي بقى بصراحة بتحفة، مش بتخلي اي حاجة مبصمة، وسريعة معاكي جدا. بدل ما تبقى ايد فيها الجلانس مثلا وايد فيها فوطة وتبتدي ترشي وبعدين تلمعي، لا هي ايد فيها الفوطة بس بتمشي على الاسطح، الاسطح بتزيق حرفيا. وبعدين بقى الأرضية عشان برضو النمل بقى والتلزيق بتاع الصيف والحر وكده، وعايزة الأرض كده تبقى طول الوقت بتبرق وبتلمع. الملمع اللي هو بتاع ماي واي، بصراحة العلبة دي معرفش كانت بحاجة و20 جنيه. المنظف اللي انا دلقته في الأرض ده بس ريحته بجد روعة، بجد مش بتحتاج أي معطرات أصلا، من كتر ما هو فعلا بيخلي ريحة الشقة فعلا تحفة. يعني ريحة كده مبهجة ومنعشة بشكل فظيع. وبرضو المساحة دي بتاعت جرين واي، هو كله واي واي النهاردة، اللي هو ايكو واي وماي واي وجرين واي هما التلاتة. بس بصراحة فعلا ما شاء الله تبارك الله، يعني هحاول اثبت لكم اللينكات بتاع التلات حاجات دول. هما طبعا حاجات مختلفة وتبع شركات مختلفة، بس هما حقيقي بينجزوني جدا في التنظيف. وفعلا ما شاء الله اللهم بارك، يعني مسافة 10 دقايق كده تخلي الشقة عندك زي الفل. وبتبتدي فعلا اليوم بمجهود قليل، ورغم كده ما شاء الله تبارك الله الحاجة بتبقى بتشف وترف كده من النظافة. فالمساحة دي ما شاء الله اللهم بارك سريعة بشكل غير عادي. في ناس كتير بيقولوا لي انتي يعني تفضلي المساحة دي كده لوحدها، ولا المساحة اللي هي شكلها قريب من كده بس معاها جردل؟ بصراحة لا، انا افضل دي لوحدها، لان انا لو انا عايزة جردل ومية وكده ما انا عندي الجردل بالشرشوبة بتوعي زي الفل، يعني الشرشوبة اللي هي المايكرو فايبر دي زي الفل. لو انا عايزة بقى جردل وحوار فاهميني، لكن لو انا عايزة حاجة سريعة كده خفيفة على ايدي، دي يا دوبك بالبخاخة بتاعتها بترشي وبتروحي ماشية كده على البورسلين كله. حرفيا البورسلين بيزيق، بس طبعا دي محتاجة ان اصلا تكوني كانسة بالمكنسة، او تكوني مثلا ملمعة الشقة قبلها بيوم. وده اللي هو ايه التنظيف اليومي والدوري، اللي هو يعني الارض اصلا نظيفة بس عايزة تديها تلميعة كده تخلي ايه الترابة الرفيعة تتشال من عليها. فما شاء الله اللهم بارك بصراحة بيخلولي الدنيا زي الفل. و... وبتبقى سريعة جدا في الاستخدام، يعني ما يعني ده ما اعتقدش كمل معايا اقل من تلت ساعة وكان الريسبشن بقى زي الفل. وابتديت اليوم كده براحة نفسية وبنظافة، وخصوصا ان اخواتي جولي بعدها، ففرحت جدا ان الريسبشن كده كان يعني متهوي كده ونضيف وكل حاجة فيه زي الفل. انا كنت محتاجة ان انا شوية حاجات كده برضو محتاجاها للتنظيف اليومي السريع، اللي هي الرياشة اللي بتلمعي بيها وفرشة وشوية حاجات كده ان شاء الله باذن الله. ومحتاجة لمامة شوية حاجات كده ناقصاني، فادوات التنظيف كانت خلصانة من عندي، ان شاء الله باذن الله اجيبها الفترة الجاية معاكم واشاركها معاكم برضو، هتساعدنا جدا في التنظيف اللي هو التنظيف اليومي السريع ده.
فهنا بقى ضلمت الدنيا عشان لو في اي حاجة دخلت كده تخرج. بس بسيب الستارة كده مش مقفولة، يعني مش بقفل البلكونة، بسيب بس الستارة عشان تهويلي الدنيا شوية، وبسيبها كده بتاع نص ساعة واقفل بقى خالص. بصوا بقى، مش قادرة اوصف لكم الدنيا بقى في الجو في التوقيت ده، الجو طراوة كده وريحة حلوة وريحة نظافة. مرضتش ادخل بصراحة، قلت اقعد شوية في يعني استمتع كده بمنظر النظافة. وبعدين هنا بقى كان اخواتي جولي، كانوا بصراحة يجوا يقعدوا معايا شوية وماشيين، وكان قالوا لي احنا مش قادرين ناكل وكده، عايزين نشرب حاجة بس قلت لهم اسكتوا بقى، ده انا يعني جايبة حاجات النهاردة مقوية قلبي، جبنة قديمة وشوية حاجات لو عملتها لكم بجد هتفتح نفسكم جدا. واتحايلت عليهم يعني ان هم كنت جوعت في التوقيت ده، وكان عمر كمان جه من المدرسة، فقلت لهم اصبروا بقى نفطر سوا ونفطر الولاد كمان. بس ما شاء الله احنا وبنحضر اصلا كان عمر وريان ابن اختي ناموا. يعني عمر وريان بيحبوا يناموا جنب بعض جدا. بي يعني بيبقوا بيحسوا كده بهدوء وهم نايمين جنب بعض، ربنا يحميهم ويحفظهم. هما طبعا يعني عمر زي ما انتوا عارفين يعني لسه ما كملش 4 سنين، وريوني برضو لسه ما كملش سنتين تقريبا، ربنا يحميهم ويحفظهم. فكانوا الاتنين نايمين بقى، ومروان اسم الله عليه بقى هو اللي كان صاحي معانا. مروان يعني لسه عنده شهور صغنوني خالص، فهو اللي كان صاحي معانا. آه ف... فقعدنا كده قعدة حلوة وقعدة رايقة، يعني ربنا يحميهم لما بيبقوا صاحيين. ما بنعرفش اصلا نسمع بعض اساسا، ما بنعرفش احنا بنقول ايه. فبس اول حاجة عملتها كده قطعت الاناناس، قطعته كده مكعبات صغيرة. هو مش اناناس، هو كانتالوب او شمام، يعني ايا كان بقى بتقولوا عليه ايه. وما كنتش فضيت بصراحة الجبنة القديمة والجبنة القريش، كنت حطاهم في طبق كده بكيسهم في التلاجة، وقلت هبقى افضيهم يعني معاكم. بس قلت بما ان هعمل فطار دلوقتي ابتدي افضيه. والجبنة القريش بفضيها في طبق فيه مية بملح. تمام كده. فابتديت ان انا اقطع كده قلت اعمل جبنة قديمة بقى بشكل مختلف. يعني ساعات كتير بعملها طماطم وزيت بس وشوية شطة، وساعات تانية قلت لا النهاردة بقى اعملها ما تبقاش حادقة قوي، فقلت اقطع عليها طماطم وخيار وطحينة واعمل ايه طبق جبنة قديمة كده محترم. فقطعت الطماطم كده، الطماطم في السوق الفترة دي حلوة قوي، عايزين بقى نفرز كده شوية طماطم ان شاء الله بإذن الله، ونشيل تسبيكة عشان طبعا العيد الكبير كده، ربنا يا رب يبلغنا الأيام المفترجة دي على خير، ويصلح حال بلادنا يا رب، اللهم امين. فالمهم قطعت كده زي ما انتوا شايفين الطماطم والخيار، وقلت احط عليهم الجبنة القديمة وازود عليهم الطحينة واقلبهم كده على بعض. بصراحة الطبق ده بيبقى حلو قوي، وجنبيه شوية بطاطس محمرة كده بيبقى بصراحة زي الفل. وانا الحاجات اللي جبتها معاكم دي المربى والعسل والجبن والحاجات دي، بصراحة احنا في الاجازة بنحتار قوي قوي في موضوع الولاد الصبح يعني يفطروا ايه. انا كنت زمان عاملة فيديو اللي هو حضري فطار الشهر كله في التلاجة، يكون جاهز معاكي، وكان الفيديو سبحان الله رغم ان كانت افكاره بسيطة رغم كده كان جاي مشاهدات عالية جدا. فهحاول باذن الله الفترة الجاية اعيد معاكم صياغة الفيديو، يعني هقدم لكم افكار حلوة جدا تكون موجودة في التلاجة، تكون سهلة عليكي يعني للفطار عشان ما تقوميش الصبح. اصل بصراحة ايام الدراسة بيبقى الموضوع يعني ايه مفهوم وملموم، يعني هما سندوتشات بياخدوها ويتكلوا على الله. لكن فعلا طول ما هم في البيت بتبقي فعلا محتارة ان انتي مش عايزة كل يوم تقدمي نفس الفطار يعني، والموضوع ما يبقاش ممل وان هم ما يرضوش ياكلوا. فهقول لكم كده شوية افكار حلوة ان شاء الله باذن الله. فبس حطيت عليها بس شوية زيت كده. والاطباق دي انا بحبها جدا، الحجم ده من الاطباق للحاجات اللي هي ايه جنب الفطار، شوية مربى صغيرين للناس اللي ما بتحبش الحاجات المسكرة قوي، بس بتبقى عايزة تاخد لقمة كده في اخر الفطار تحلي بيها، او شوية عسل. فهو بيبقى حلو ان هو ما بيهدرش في الحاجة يعني. لو انتي بتحطي عايزة حاجة معينة تحطيها جنب الاكل بس مش بكميات كبيرة، فده حلو قوي ان هو مش بيهدر. فالاطباق دي بتبقى موجوده عند المحلات اللي هي اخر العنقود والحاجات دي، وبيبقى اسعارها مش غاليه خالص. آه ف... فبحب اجيب منهم، يعني كل ما بنزل بلاقي منهم بجيب. فحطيت شويه مربى كده، كان طعمها حلو قوي بصراحه. وبرده العسل بحب احط عسل على طحينه كده، بيكسر ما بيبقاش مسكر قوي، يعني بيخليه كده ايه وسط. وابتديت امزج كده الطحينة عليه، على ما عملت كده شكل حلو. وبعدين قلت بقى احط برضو جبنة بيضة، قلت اقدم من الجبنة اللي هي بتاعت مزارع دينا دي، بصراحة فعلا طلعت حلوة قوي
وطعمها ما شاء الله جميل. زي ما قلت لكم ان هي قريبه جدا من جبنه اسمها ديليس كانت موجوده، بس للاسف ما بقتش الاقيها دلوقتي. كانت زمان ب35، واخر مره جبتها فيها كانت ب65. فيعتبر ارخص شويه من مزارع دينا، بس بتاعت مزارع دينا برضو معقوله يعني مش وحشه. وقلت بقى اقطع جنبيها خيار كده يعني هيبقى. وكنت في التوقيت ده اصلا حطيت البطاطس في الاير فراير تتقلي، عشان قلت لعل وعسى حد من الولاد يصحى. بالنسبه لهم بصراحه بتكون سهله يعني وبيحبوها، بتبقى مقرمشه كده وبيحبوا طعمها. وهنا بقى سخنت الفطير في الميكرويف، وما شاء الله بقى الفطار ده مش قادره اوصف لكم بياكل ازاي. هما فعلا ما كانوش عمالين يقولوا لي لا والله مش قادرين وما اعرفش ايه، بس سبحان الله فعلا عجبهم الاكل جدا واللمه كمان. وما تستغربوش ان انا لابسه شتوي زي ما بقول لكم انا كنت واخده دور فظيع الايام اللي فاتت، لان كنت بحس بسقعه وكنت بكبر دماغي واقول لا خلاص يعني يعني الجو بقى حلو، بس فعلا بردت جامد قوي. فسبحان الله يوم بس كده لبست شتوي ورجعت تاني صيفت تاني، بس يعني بقيت البس خريفي بقى مش صيفي خالص. فالحمد لله الدنيا اتظبطت معايا شويه، لان كنت داخله في دور شديد قوي، بس الحمد لله ماما ده يعني. ايه؟ على التلفزيون. فقلنا نقعد كده في الليفينج، فرشت كده القماشه دي وقعدنا كده في الليفينج. وبس كده بعد ما فطرنا، يعني يعتبر هو فطار يعني انتوا عارفين دلوقتي المغرب اصلا او العصر بيأذن الساعه كام؟ بيأذن على حدود الساعة 5. فاللي هو انت بتفضلي طول الوقت تحسي ان النهار طول قوي. ف فما بقيناش فاهمين الوجبة دي تعتبر ايه اصلا، دي غدا دي ولا فطار ولا ايه نظامها. بس المهم يعني كان الكلام ده كان تقريبا قبل العصر. زي ما كتفت لمسيس هذا الكائن العجيب. فكان بقى الصداع بتاع اخر اليوم ده محتاج له كوباية شاي محترمة. المهم بقى كده كنت في اخر اليوم خالص يعني بالليل شوية، وكان كله ماشي بقى وفي روقان كده. فقلت يلا بقى اعمل ايه شوية رز بلبن كده حلوين. انا كنت عايزة اعمله معاكم بقالي فترة، لان كنت عاملاه قبل كده طبعا في الفيديوهات اللي اتحذفت للاسف. فعايزة اعيده معاكم تاني، اللي هو الرز بلبن التركي ده، لانه فعلا حلو قوي وطعمه فعلا مختلف. آه، هو مقاديره تعتبر سهلة، بس هو التكنيك بتاعه هو اللي بيخلي طعمه مختلف خالص. فاول حاجة هنحتاج كوباية الا ربع من الرز، غسلتها كده وصفيتها، وهنسلقها في كوبايتين مية، يعني محتاجين نص لتر من المية، او عايريهم عادي بكوبايات شاي هيبقوا كوبايتين. وهنحط عليهم كوباية الا ربع من الرز. اول حاجة هنحطهم على نار يغلوا شوية، واول ما المية تغلي مع الرز هنهدي عليهم زي الشمعان، هنهدي عليهم خالص. ونسيبهم بقى يستووا. في الاثناء دي قلت اغلي اللبن، احنا محتاجين كيلو بس من اللبن على المقدار ده. فبصوا كده هديت عليه طبعا بعد ما المية والرز غلوا. وفي الأثناء دي كان اللبن كمان خلاص غلى. وطبعا يتعمل يعني يتعمل باللبن دسم أفضل، يعني اللبن بتاع اللبان اللي بيبقى دسم كده وفيه قشطة كتير ده هيكون أفضل. وكنت مطلعه اصلا اللي هي تتبيله الحواوشي دي تفك، عشان انا بصراحه ما كنتش اقدر اكل تاني. الاكله دي كانت تمام، وقلت خلاص هاكل رز بلبن وخلاص كده. وعمر برضو كان عنده اكل، فقلت ده يا دوبك اعمل يعني حاجه سريعه لجوزي وكده. فبس فالمهم زي ما انتوا شايفين اول ما اللبن الرز قعد حوالي ربع ساعة على النار لحد ما استوى تمام السوا وشرب ميته كلها. ابتديت يعني اضيفه على اللبن تمام كده، وهسيبه بقى مع اللبن نص ساعة متواصلة.
يعني موضوع الوقت ده مهم جدا، يعني موضوع الوقت اهم من المقادير كمان، ان انت تلتزمي بالوقت الزمني اللي هياخد فيه سوا. بعد ما سبته نص ساعة على نار هادية جدا، كان الرز كده تجانس مع اللبن وبقوا هما الاتنين يعتبروا حاجة واحدة. وبعدين بقى للأسف ان انا التزمت بالمقادير بتاعة الست التركية اللي انا متابعاها، فهي حاطة كوباية ونص من السكر. الكمية دي حسيتها كتيرة قوي، لو انت واحدة بتحبي الحاجة مسكرة فهتكون تمام حلوة، لكن انا بالنسبة لي لا، يعني اعتقد كانت كوباية سكر كفاية جدا، لان كان بالنسبة لي انا مسكر شوية. فبس بعد ما بتحطي معاه السكر بتسيبيه 5 دقايق بالظبط على نار هادية برضو، وبعدين بتقفلي. يعني شفتوا التكنيك ماشي ازاي؟ اول حاجة ربع ساعة الرز والمية بس، وبعدين نص ساعة الرز مع اللبن، وبعدين 5 دقايق الرز مع اللبن مع السكر والفانيليا. بس هو انت مش بتضيفي له اي حاجة تاني خالص. بصوا بقى، هي الطريقة دي احلى حاجة فيها ان هي ولا منها آه فيها نشا، لان ما بحبش ابدا الرز بلبن اللي بيتحط له نشا، ولا اللي هي ما بيبقاش فيها بركة. لا، انت بتحسي ان كيلو اللبن بيرمي معاكي كتير فعلا. يعني في انواع تانية اللي هي بتبقي بتسلقي الرز جوه اللبن دي، بتلاقي ان يعني سبحان الله مبيبقاش فيه بركة خالص، بتلاقي كمية الرز باللبن اللي طالعة قليلة جدا. لكن دي الطريقة دي احلى ما فيها ان هي فيها بركة، وفي نفس الوقت مش طعمها نشا، لا طعمها رز باللبن بس طعم اللبن واضح وقوي. فبعدين بتحطيها بقى، بترصي الطواجن دي في صينية فيها مية وبتدخليها في الفرن. بتشغلي عليها من فوق ومن تحت، بس انا حقيقي شغلت عليها الشواية بس، لان أنا الفرن بتاعتي فيها مروحة فبتوزع نوعا ما الحرارة يعني. فبتحطيها تحت الشواية لحد ما بتاخد وش كده، والمية دي بتخلي ان هي تاخد وقت شوية عقبال ما تعمل وش، فبيخلي طعم الرز بلبن فعلا مختلف تماما تماما. يعني كل حاجة، كل خطوة من الخطوات دي بتفرق بصراحة. بصوا الوش الوش قد ايه، يعني الوش سمين جدا وطعمه فعلا تحفة. فجربوه بقى ان شاء الله، باذن الله يعجبكم جدا. وبس كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.